أعزائي المشاهدين متابعي برنامج صورة مصرية، أهلا وسهلا بكم. وصورتنا النهاردة لشاعر جميل، شاعر له باع طويل في الشعر، ألا وهو الشاعر سلمان الأنصاري، الشاعر العراقي الجميل سلمان الأنصاري. والنهاردة بنهنيه النهاردة بديوان الشعر الجديد أو بالكتاب الجديد للشعر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة الجميلة واللقاء الجميل. الحقيقة هو الديوان الثاني اللي يصدر من دار الحسيني للطباعة والنشر في جمهورية مصر العربية، واللي أتشرف أن أكون أكتب على أرضها وأستمتع بجمال شعبها وطبيعتها. الديوان الأول كان باسم دعيني وأحبك، واليوم نحتفل بإصدار الديوان الثاني اللي باسم أموت عشقا. كلمنا بقى عن ديوان أموت عشقا اللي احنا بصدد النهارده وبصدد الاحتفال بيه النهارده. إيه الفكرة جات لك منين أو كتبته إزاي؟ كلمنا عن الديوان. الحقيقة يعني هو مجموعة من القصائد اللي كلها تتغنى بجمال الطبيعة وجمال المرأة ومعاناة العشاق والليالي والآهات والكثير مما يتناول الأحباء مين بقى كان ملهمك يا سلمان، الملهم بتاعك في كتابة الديوان الجديد أموت عشقا، وهو اسمه بقى أموت عشقا؟ الحقيقة هو كلمة أموت عشقا أو مصطلح أموت عشقا، يعني هو الموضوع ليس بمعنى الموت، وطبعا مفهوم، وإنما هو الحب الكثير اللي بأعلى درجة من درجات الحب. هو نهاية الحب، أو نقول بقى الموت أو العشق بقى وما بعد العشق، اللي هو ما بعد العشق، اللي هو بقى اموت في العشق او اموت عشقا يعني. لا هو تعبير مجازي حقيقه، هي كلمه تعبير مجازي عن ليس يقصد به الموت في ذات نفسه. لا طبعا اكيد، لو هنكسب الحب الكثير او العشق الكثير والعشق الكثير اكيد. وما يقدم العاشق سواء كان الرجل او المراه لعشيقه او لشريكه بالحياه. أما من هو ملهمي، الحقيقة أنا ملهمي هي المرأة بذاتها. أنا من عشاق المرأة وليست المرأة، يعني لأنه هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي البنت، هي العطاء. وأنا لي حقيقة مقولة مؤمن بها ودائما ما أرددها، أقول استنى بس يا أستاذ سلمان، عشان خاطر السادة المشاهدين دلوقتي هقول له يعشق المرأة، يبقى الراجل ده نسوانجي أو بتاع، سوري معلش، يعني هو يعشق المرأة يا جماعة، ويعشق المرأة ويعشق النساء، إن هو الأم والزوجة، هو الأخت والعمة كده، إنما ما مش يعشق المرأة، هو يعشق النساء، صح كده؟ هذه هي الأم والأخت والزوجة والبنت والعمة، وأكيد هي نقول عنها نصف المجتمع. أنا في رأيي هي ليست نصف المجتمع، وإنما هي النصف الأكثر من المجتمع لما تقدمه من عطاء ومن تضحية. بل ليس بإمكان الرجل أن تكتمل حياته بدون مرأة، والمرأة تقدم بعطاء كثير حقيقة من بناء الأسرة ومن تربية الأطفال ومن 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 فهي التي تتحمل الكثير أكثر مما يتحمله الرجل. ده رأيي الشخصي أنا. تمام. عايزين بقى نعرف بقى كلمة حابب تقولها للناس اللي ما شافتش الديوان بتاعك أموت عشقا، واللي ما اطلعتش عليه، واللي ما حضروش النهارده. الحقيقة أنا ليس من المروجين لمطبوعاتي، وإنما أتمنى من الجميع أن يقرأ ما كتبته في هذا الديوان، لأنه فيه الكثير من المواضيع المتنوعة، ليس في مجال الحب فقط، وإنما تعبير متنوع في القصائد، حتى في النصائح العادية للإنسان وطبيعة العمل وطبيعة العلاقة ما بين الشعوب. هي رسالة محبة للسلام لا أكثر ولا أقل، رسالة، وأنا دائما أحمل هذه الرسالة المحبة للسلام. مشاهدين برضو لن يشوفوا ديوان أموت عشقا، وهو ليس قصائد حب فقط، وإنما رسائل للسلام ورسائل تدعو إلى النصائح من الأستاذ الشاعر الكبير سلمان الأنصاري. احنا بنشكرك جدا وبنتمنى لك التوفيق، ونبارك لك على الديوان الثالث إن شاء الله. الله يبارك فيكم، أنا اللي بشكركم، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وسعيد أنه أنا على أرض مصر العربية، وسعيد جدا بمعرفتي بكل أحبائي وأصدقائي في هذه البلد الجميل. شكرا جزيلا، وتمنياتنا لك بالتوفيق. أعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا مع الشاعر الكبير الأستاذ سلمان الأنصاري وديوان أموت عشقا، وانتظرونا لقاءات أخرى وبرنامجكم صورة مصرية.